ازيك يا ابو العزيز؟ عامل ايه؟ ليك وحشه والله، مقصرين معاك الفتره اللي فاتت، بقالنا كده يمكن 3 4 شهور ما نزلناش اي حاجه، ولكن باذن الله تكون عوده نكمل فيها اللي احنا بدأناه واللي احنا حتى لسه ما بدأناهوش. طيب يا ابو العزيز، الفيديو ده كان المفروض ينزل في اول السنه. احنا هنتكلم طبعا زي ما باين من عنوان الفيديو، هنتكلم عن اللي حصل في 24، ايه الاهداف اللي انا حققتها، ايه الاهداف اللي انا ما حققتهاش، والاهداف اللي ما حققتهاش ليه، وايه الحاجات اللي انا بعملها في 25 سواء كان كورسات او حتى على مستوى اليوتيوب. ولكن اللي اخر الفيديو ده ان الحمد لله كنت اخدت فيتشر على البيهانس، فقلت استغل التفاعل اللي حصل على الاكونت عندي، لان الاكونت الحمد لله طلع مره واحده، فقلت انزل بروجكت كنت شغال عليه بقى لي فتره كبيره. قلت انزل بروجكت بعد كده نشوف الفيديو، بما ان احنا كده كده موقفين فنفضل موقفين. برضه كنت عايز صراحه اعدي الحته بتاعه راس السنه والاحتفالات وكل الكلام ده، فقلت خليني في الاخر خالص. لما كنتش صليت الفرض اللي عليك، فبعد اذنك قوم صلي الفرض اللي عليك. الفيديو مش هيفوتك ولكن الصلاه هتفوتك، وانت بتصلي ما تنساش تدعي لاخواتنا وتدعي لي بالمره، وانت راجع من الصلاه قهوتك الجميله افتح لها دماغك وصلنا في قلبك، وبسم الله نبدا. السلام عليكم، ازيك يا ابو العزيز؟ اخبارك ايه؟ زي ما قلت لك في اول فيديو، ده يعتبر فيديو ملخص ل 24 اللي حصل فيها، الكورسات اللي كنت انا باخدها، ايه اللي انا كنت عايز اخده وايه اللي ما خدتوش. لو هنبدا بايه الاهداف اللي انا حققتها في 24، فالاجابه هي ولا حاجه. مش لان انا ما حققتش اهداف 24، لان انا اصلا مش فاكر اهداف 24 كانت ايه. طبعا كان في لسته مكتوبه قد كده فيها كل الاهداف، لكن طبعا الورقه دي مش موجوده، الله اعلم كنت كاتب الاهداف دي على نوشن ولا على ورقه عندي وتبقى هي فين. فالمشكله ان انا مش عارف يعني كنت كاتب ايه من اهداف، فما حققتهاش. فدي اول حاجه محتاج تعملها الفتره دي، او تحتاج تعملها انت بتعمل البلان بتاع 25، انك انت تكتب الاهداف بتاعتك في حاجه قدامك، في ورقه انت حاططها قدامك 24 ساعه على الموبايل، على نوشن، وات ايفر هي فين، بس على الاقل تبقى انت لما تيجي تراجع انت عملت ايه تبقى عندك الورقه دي. هل ده معناه ان انا ما عملتش اي حاجه في 24؟ لا، الحمد لله حققت حاجات كتير هي ما كانتش في بالي، بس يعني هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احسن بكتير من اللي كان في دماغي. من الحاجات اللي انا مبسوط جدا فيها من اللي انا عملتها في 24 هي ان انا بدات اطبق الاستراتيجي او البراند استراتيجي مع العملاء بتوعي، وجزئيه الخط او الخط العربي، مش الخط اللي هو بمعنى الخط بقى والفرشه، لا اللي هو ايه، اللي هو في عميل جه طلب مني براند عربي، فبعرف اطلع له اللوجو اللي هو عايزه، بعرف اوصل الكونسبت اللي هو محتاجه. طبعا الحمد لله كل ما بتكون راضيين عن النتيجه دي. طب نرجع لجزئيه البراند استراتيجي. الاستراتيجي الحمد لله لما بدات اطبقها مع العملاء، العملاء نفسهم بدا يحسوا ان لا، ده في حاجه مختلفه، الديزاينر ده والبني ادم ده غير كل الديزاينرز اللي اتعاملوا معاهم قبل كده، سواء اذا كان هو كلم حد خد منه كوتيشن او خد منه عرض سعر او اتكلم معاه بتفاصيل. في منهم عملاء ولله الحمد لما بدات اطبق معاه الكلام ده، وحتى بدات اتكلم معاه في الجزئيه دي، بدا يحولني من كوني مصمم براند عادي وهو حد جاي يعمل من عندي لوجو، البراند كونسلتنج، هو بيجي ياخد رايي في كل حاجه تخص البراند. ممكن يكون قرار في الشركه عايز ياخده، حاجه في الويب سايت محتاجها، كوصف لاي حاجه عنده. فالموضوع بيتحول من كونك ديزاينر لان انت بتحاول تبقى حاجه اسمها كونسلتنج. طبعا الموضوع ده بيختلف كتير جدا عن في المرتبات او حتى في الاسعار او حتى في شغلك بشكل عام، انك انت خلاص ما بقتش ديزاينر، بقيت براند استراتيجي، فاللي بتاخده في البراند هتزود عليه الضعف على الاقل عشان تتطور مع البراند استراتيجي. طبعا في كلام كتير في جزئيه البراند استراتيجي دي، واضيفها ازاي للعملاء وبيعها وكل الكلام ده، كان كل الكلام ده باذن الله هيكون في الكورس بتاع البراند استراتيجي. طب يا زوز، بالنسبه للكورس او الجزئيه بتاعت الخط العربي، انت بتقول ان انت الحمد لله ربنا كرمك بقيت تاخد او بقيت بتعرف تطلع براندز عربيه، بتعرف تطلع شعارات عربيه، وانا بسم الله ما شاء الله متابعك على السوشيال ميديا على الفيسبوك، شايف عندك شغل من نار. انا اعمل الحاجات دي اقول لك يا ابو العزيز، احنا كنا بدانا سلسله اسمها سلسله التعريب 2024، فباذن الله هنفضل نكمل في السلسله دي، هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. سلسله مهمه جدا، كملها. هنكملها باذن الله، شوف اللي فات والحاجات اللي هتنزل باذن الله هتفيدك بشكل كبير جدا. طبعا دي الاجزاء اللي فادتني في 24 على مستوى الشغل، لان في حاجات فادتني تاني ولكن على مستوى الشغل هنتكلم عنها بعدين. طبعا في دروس كتير اللي انا استفدتها في 24، يمكن اهم درسين منهم اللي هو انا بدات اقتنع بيه، اللي هو اللي عايز كل حاجه بيخسر كل حاجه. بمعنى ايه؟ انا جت عليا فتره كاي ديزاينرز عادي شايف الدنيا بتتطور من عندي من حواليا، الاستراتيجي من هنا، مش عارف مين بيتكلم في الاستراتيجي، مش عارف مين بيتكلم في الاي اي، مين مش عارف ايه في البلندر السي جي اي، مش عارف كل الكلام ده. فانا بقيت ايه، باخد مثلا جزئيه من الاستراتيجي، او عندي كورس في الاستراتيجي عايز اخلصه، مش عارف مثلا باخد منه حلقتين 3 واروح واقف، مش انا اشوف مثلا حته في البلندر واروح واقف، اشوف مثلا حته في الاي اي واروح واقف، مش عارف اخد يعني مفيش كورس عارف اكمله للاخر. فبقيت اللي هو ايه، خدت مثلا شفت هنا فيديوهين، هنا 3 فيديوهات، هنا 4 فيديوهات، مش عارف هنا مقاله، هنا بتاع، فالمحصله في الاخر تكاد تكون صفر. ليه؟ ما اتعلمتش حاجه، ما اتعلمتش حاجه اللي هو بمعنى حرفي بقيت اعرف اطبقها. يعني خدت مثلا كورس او مش كورس، خلينا نقول مثلا مقدمه في البلندر، بقيت بعرف اطلع موديلنج، ولكن مع عدم التطبيق والركنه الموضوع بقى صفر. عندي دلوقتي الفكره بتاعت البيزك بتاعت البرنامج بعرف اتحمل فيه، ولكن
ما عنديش منتج طلعته من البلندر اضيفه عندي مثلا في البورتفوليو، او مثلا حتى انا اقدر اقول لو رحت في اي شركه ان انا مثلا بشتغل بلندر، قيس كل الكلام ده على كل حاجه. فمن الحاجات اللي انا ان شاء الله ناوي اعملها في 25 انا احدد انا عايز ايه بالتحديد. ده برضه هنتكلم فيه في جزء برضه من الفيديو متقدم. اهم درس بالنسبه لي في 24 هو قلل العملاء، زود جوده، ارفع سعر. ليه بالنسبه لي الدرس ده مهم؟ لان انا جات عليا فتره من فترات في حياتي، على فتره، على يعني فترات متكرره من 24 بيبقى عندي ضغط شغل كتير جدا، عندي كذا عميل بيكلمني، المحصله العامه بتاعت الشغل ده كله طبعا كمقابل مادي فهو الحمد لله كويس، لكن كجوده بالنسبه لي مش هي دي الجوده اللي انا عارفها، مش عارف، مش ده اللي انا عايز اطلعه، مش ده اللي في دماغي. فبقى مع ضغط الشغل في عملاء بتقع مني اساسي، طبعا في ديدلاينز بتاخر عليها. يعني انا من الحاجات اللي فاكرها حصلت مؤخرا في 24، كان في كلاينت كلمني، راجل محترم جدا والدنيا كانت مش مظبوطه والحمد لله. عايز اقول لك ان البراند خلص، يعني قفلنا البراند كل حاجه وابروفد، والراجل بعت لي الفلوس كلها والموضوع منتهي، وانا نسيت ابعت له ملفات الشغل. قعدت حوالي 10 ايام ما بعتلوش اصلا ملفات الشغل، لحد ما هو كلمني قال لي يزيد في ملفات الشغل، احنا اصلا خلصنا، انت ايه اللي مأخرك؟ فانا ما كانش عندي عذر. فقيس على ده حاجات كتير جدا، بتلاقي عندك ضغط في حياتك اليوميه، ضغط في الشغل بشكل عام، طبعا ضغط فبيقلل ان الجوده بتقل، طب الجوده بتقل فبالتالي انت مش عارف تزود في الجوده بتاعتك، فسعرك فاضل ثابت. فلا، انا هوقف شغل، هوقف العملاء بتوعي، هرفع من كواليتي الشغل بتاعي، هبدا ابين المشاريع اللي عندي ان انا الحمد لله ناوي باذن الله تعالى ان انا ارفع اكبر قدر من المشاريع على البيهانس، علشان لما ابدا ارفع في السعر بتاعي من كمقابل براندنج مثلا او براند استراتيجي باخدها. فلما يجي حد كان شغال مثلا معايا قبل كده ويجي لي طب انت رفعت السعر ليه، حتى لو كلاينت جديد، يشوف الفرق اللي حصل، التطور حصل، ان انا عندي مشاريع كتير جدا كويسه الحمد لله عايز ارفعها، ولكن مع ضغط الشغل انا مش عارف، مش ملاحق. كمان مع ضيف كمان عليه موضوع التصوير والمونتاج والليله دي كلها، فانت محصله وقتك، الشخص اللي بتطور في نفسك او بترفع في مشاريعك اللي هو المفروض تسويقك النفسي، اللي هو احنا عارفين لو مش بتسوق لنفسنا احنا ميتين، بقت صفر. فلا، فالقرار كان ان انا هوقف اخد شغل خالص مثلا مده 3 4 شهور. الفتره دي انا هبدا اخلص فيها كل الكورسات اللي عندي، او مش كل الكورسات بمعنى اصح، هي كورس معين في الاستراتيجي ناوي اخلصه. الكورس ده بصراحه سعره غالي جدا، فهخلص الكورس، هبدا ارفع الشغل بتاعي، هبدا ارفع من الريت بتاعي. الفكره كلها في ايه؟ العملاء اللي بيجي لك مثلا على مدار مثلا شهر، ونفترض انك انت الشهر ده بيجي لك فيه، او انت مثلا تقدر تشيل فيه 4 5 عملاء، تبقى مضغوط. طب لا، انت قللهم لعاملين او حتى عميل واحد بتكلفه الاربعه خمسه، هيريحك جدا، هيريحك شغلك، هيبقى مبسوط. وخلي بالك الكلاينت اللي بيكون ميزانيته عاليه هو بيكون مريح، يعني عكس الكلاينت اللي ميزانيته صغيره او حتى هو لسه بادئ، اللي بيعدل كتير وكل الكلام ده، فهو بيكون متعب. فانا جربت كتير بصراحه، العميل المتوسط، العميل القليل، العميل العالي. كانت بالنسبه لي حرفيا العميل العالي ده هو اللي بقول لك عليه، البروجكت ده كان بروجكت كان الحمد لله كان مقابل فيه كويس. خلصت، بعت له راجل، بعت له ثلاثه اوبشنز، كان في واحد عجبه طلب بس تعديل بسيط، بعت له عملت له التعديل، بعته له، قال لي ابروف، الموضوع منتهي، صلى الله وبارك. لا تعديلات ولا مكالمات ولا روح قيس بقى، اعكس بقى، خد النقيض على عميل لو بادجت او عميل ميزانيته صغيره، تعديلات كتير جدا، مش فاهم، متلخبط، بياخد راي الشركاء وبياخد راي اي حد معدي في الشارع، ممكن النهارده يعتمد حاجه بكره يقول لك ايه غيرها. فانت بعيد عن وجع الدماغ ده كله، طبعا هنا الكلام ده مش هقول لك نفذه بشكل على طول، يعني لان بتيجي عليا اوقات وبتيجي عليك اوقات انت محتاج فلوس، فانت ساعتها بتقبل باي شغل. بعد الكلام ده انا كزياد لنفسي مثلا بتيجي عليا اوقات انا محتاج فيها فلوس، فمش هتتنك على العملاء، لا، جالي مثلا عميل له بادجت فماشي الحمد لله انا محتاج فلوس، فمش مش هتتنك على الشغل بمعنى اصح. الجزئيه دي تاخدنا لنقطه مهمه جدا، او النقطه اللي بعديها، اللي هي جزئيه اعرف اتفاقك مع العميل، او حدد انت بتاخد ايه من العميل وهياخد منك ايه. بمعنى ايه؟ لازم يكون في بينك وبين العميل عقد كده فيه كل التفاصيل اللي بينك وبين العميل، في الديدلاينز، في ايه التعديلات، في هو هياخد كام راوند، او هياخد كام تعديل، مثلا هياخد منك 3 4 تعديلات. طب لو هياخد بعد مثلا، هو انت حاطط له مثلا 3 راوند تعديلات، خلص 3 راوند وعايز عدد جديد، يبقى في تكلفه زياده، في ديدلاين، في طريقه الدفعات تبقى كام دفعه، في بنود العقد اللي ليك واللي عليك، في الكوبي رايتس، في الخطوط، في كل حاجه. زي مثلا زي العقد اللي انت شايفه قدامك ده انا قعدت اسوي لكم ان شاء الله في قناه التليجرام. بصراحه الملف مهم جدا، حتى بيبين لك انك انت شخص محترف، شخص بروفيشنال. وحاول يا ابو العزيز يكون عندك الباكج بتاعتك او الستيشنري بتاعتك مثلا فيها العقد، حاول تعمل عقد يكون بتاعك انت لنفسك، يكون فيه اللهم صل على سيدنا محمد، يكون فيه فاتوره بتبعتها للعميل، بيكون في طريقه دفع بتبعتها للعميل، يكون عندك ايميل رسمي باسمك تبعته له، طبعا كل الكلام ده
بيخلّيك تبقى محترف أكتر، وبيدّي ثقة للعميل اللي تتعامل معاه أكتر، وطبعًا بيفهم من سعرك أكتر. طيب يا أبو العزيز ننقل لمنطقة تانية أو حتّة تانية في 24 هي خاصة البيئة العمل المحيطة بيّا أو حتّى التصوير أو حتّى كل الكلام ده. في مثل بيقول لك إيه، ضربة بالمرزبة والّا بالشاكوش. بمعنى إيه، أنا مثلًا كأي designer عادي مثلًا باحتاج mouse، باحتاج keyboard، فدايمًا كنت باحاول إيه، أقلل في أقلل في السعر وأجيب حاجة مثلًا سعر كويس مقابل جودة كويسة، ولكن كانت النتيجة اللي بتحصل إيه، إنك أنت مثلًا الmouse أو الkeyboard أو whatever أنت بتستخدم بقى إيه الtools بتاعتك، بتاخدها مثلًا 3، 4 شهور وتروح مغيّرها، فتدفع جديد، مش عارف يحصل فيها إيه تروح بايظة فتروح تجيب غيرها. يعني مثلًا أنا دلوقتي عندي حوالي مثلًا 3، 4 كيبوردات في خلال السنة، عندي يمكن 3، 4 ماوسات هنا غير اللي في مصر. فحتى الإضاءة، يعني أنا كنت جايب مثلًا 2 head إضاءة مثلًا غير الإضاءة، يمكن النهارده حاسس بفرق شوية في الإضاءة وفي التصوير، إحنا جبنا head إضاءة جديد دافع ومكلف صارف، والبتاعة اللي هناك دي طبعًا ودي برضه كنت جبتها قبل ما أنزل دلوقتي ما كنتش جربتها. فالمهم كان ممكن أوفّر كل الفلوس دي وأجيب حاجة بسعر غالي، لكن هي هتريحني هتكون مريحة أكتر ليّا، وهتوفّر عليّا الوقت والمجهود والفلوس وحاجات كتير جدًا. فطبعًا مش معنى كلامي إنك أنت تنزل تشتري أغلى حاجة في السوق أو تشتري الtop، لأ، أنا باقول لك لو أنت مثلًا معاك الbudget فاشتري الحاجة الكويسة، اللي هو ما تكونش تقليدية، لأ، هات الحاجة الأعلى، عشان صدّقني هتريّح نفسك وهتريّح فلوسك وتبقى توفّر كتير جدًا، عكس لمّا تجيب حاجة هي أصلًا ضعيفة كmaterial brand مش معروف، فتاخدها 3، 4 شهور وتبوظ. طبعًا الحاجات دي طبعًا خصوصًا الماوس عشان برضه إيدك والأعصاب وكل الكلام ده، حاول تجيب ماوس يكون كويس. أنا زي ما قُلت لك أنا حتى آخر ماوس أنا جبتها هي الماوس اللي هي دي الLogitech Master MX-S3 أعتقد إن الاسم كده صح، أتمنى إن هو يكون صح. هو بصراحة الماوس غالي، الماوس غالي، ولكن مسكته في إيدي مريحة جدًا ومريحني جدًا عن يعني مثلًا ده يقعد له مثلًا بتاع 5، 6 سنين، خلاص 5، 6 سنين أنا يعني إلى أن يحدث مثلًا يمكن تكب عليه مَيّة، عمره الافتراضي ينتهي whatever يحصل فيه، ولكن هو خلاص ماوس بقى مريح. لإن بصراحة قبل ما أجيب الماوس ده كان عندي ماوس كانت كويسة، ولكن يعني ما جايب ماوس كويسة تقعد فترة وتروح إيه، يحصل فيها ما قدّر الله ما تفهمش فيها إيه. الفلوس كانت كويسة ولكن بقيت آجي أدوس عليها click يمين فتحس إن الزرار بتاع الclick بينزل وبيعلّق في حاجة وبعد كده يطلع، تحس إن الclick تقيلة، غير بقى صوت التِك، تِك، 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 تِك والسلك والحاجات دي كلّها، وأنا أصلًا عندي سلك كتير جدًا، يعني الدنيا هنا ما أقولكش يعني. فحاول توفّر أو مش حاول توفّر، حاول تستثمر في حاجة كويسة. برضه من الحاجات اللي يمكن أحسن حاجة اشتريتها في 24 أو أحسن حاجة اشتريتها في حياتي من ساعة ما بدأت في موضوع الجرافيك هي ال الشاشة. أنا قبل كده كنت شغال على اللابتوب، أصلًا إيه خلّاني جِبت شاشة، أنا في الشركة عندي شغال على شاشة كبيرة، فلمّا بارجع من الشغل وراجل مثلًا اشتغل على اللابتوب في تصوير مثلًا أو في شغل عندي، الشاشة قد كده، فبابقى عامل كده، طب أنا عينيّا بتبوظ مش عارف إيه، فجِبت شاشة كويسة الحمد لله وريحتني جدًا. يعني حتى أنا بقيت مثلًا قبل ما أجيب الشاشة كنت باخش مثلًا جوّه كده إيه ناحية اللابتوب عشان أبقى قريب، قاعد أعمل كده فاهمني، فتلاقي مثلًا الفرادة مش مرتاحة، يعني مش متضبطة، فلو جبت شاشة بقيت قاعد اللي هي القعدة الصحية بتاعتي الطبيعية خالص كده. طبعًا موضوع الشاشات ده برضه يعني هو ليلة كبيرة جدًا وأسعارها هتزيد وتختلف طبعًا. هنا أقول لك هات الشاشة في مجالنا كgraphic designers، هات الشاشة اللي تدّي لك ألوان كويسة، على يعني هات الminimum أو الأقل في اللي هو يدّيك شاشة كويسة. معاك فلوس وربنا كرمك والحمد لله، اشتري شاشة زي اللي أنا مشتريها اسمها Asus ProArt، طبعًا دي منها كذا version تشوف الversions المناسبة ليك، أو حتى هات شاشة تكون إضاءتها كويسة، لإنك أنت أمّا مثلًا تبقى شغال مثلًا على تصميم والدنيا مثلًا شايف عندك على الشاشة حاجة وتروح تبعت التصميم على العميل يلاقي حاجة تانية خالص، يبقى أنت طبعًا إيه بوظت الدنيا كلها، خصوصًا الناس اللي شغالة في السوشيال ميديا manipulation والإضاءة والظل، الحاجات دي بتفرق جدًا. يمكن في السوشيال ميديا أو مثلًا في الbranding أنت مثلًا شغال في اللوجو هتفرق معاك في التنفيذ بتاع الstationery أو اللي هو البسطرية، لكن كلوجو أنت شايف لون مثلًا معين أحمر، أخضر، بتاع، أنت بدرجة لون معينة عايزها فاهمني، لكن لمّا تيجي تطبّق على الحاجات التانية فتلاقي الموضوع مختلف. طيب كفاية كلام عن 24، خلينا نتكلم عن 25، إيه اللي أنا ناوي أعمله 25 وإيه نصيحتي ليك في 25؟ نصيحتي ليك في 25 حدد أنت عايز إيه، يعني في مثلًا في طريقة اسمها smart goal زي ما أنت كده شايف على الشاشة عندي، أنت بتجيب هدف يعني specific، هدف محدد، الM اللي هي ليها تقريبًا measurable أو قابل للقياس، الR والA ومش فاكر بصراحة بيعبّروا عن إيه، أنا حتى الشاشة عندي مش شايفها لإن دي صورة بعد التصوير، والT لtime. باختصار باقول لك إيه، حاول تحدد هدف يكون واضح، ليه وقت محدد تقدر تقيس عليه، تقدر يعني مثلًا دلوقتي أنا هاجي مثلًا أقول لك أنا يا زياد ناوي أتعلم في 25 أتعلم branding، ده هدف مش smart لإن الbranding ده مجال كبير، لكن تيجي تقول لي مثلًا أنا هاخد الكورس الفلاني، ده الكورس الفلاني ده كده خلاص بقى حاجة محددة، طيب الكورس الفلاني ده هاقدر أقيسه؟ آه، لإن هو الكورس مثلًا
30 حلقه، فانا لما كل ما اخلص حلقه فانا كده بقرب منها، فانا اقدر اقيس انا فاضل لي مثلا فاضل لي 26، فاضل لي 20، فاضل لي 10، فده قابل للقياس وليه وقت معين. انا خلاص هحدد ان الكورس ده 30 حلقه، فمثلا انا هخلصه على شهر مثلا يعني. فانا خلاص يبقى انا كل يوم هشوف مثلا فيديو مثلا تلت ساعه، ربع ساعه، نص ساعه. فدي الطريقه اللي هي سمارت. طبعا انا هضيف لها جزء بسيط صغير من عندنا، هي التنبيه. لازم يكون عندك اللي يقول لك انت عندك النهارده كده، عندك حاجه كذا، لان انت اصلا بطبيعتك انت بتنسى تاكل لحد ما تجوع، انت بتكسل تقوم تصلي لحد ما تسمع الاذان، حتى ممكن بعد الاذان تكسل تقوم. فانت طب يعني انا مثلا خلاص انا حددت هتعلم براندنج، حددت الكورس 15 حلقه، كل حلقه نص ساعه، فانا هقسمه على الشهر، فانا كل يوم عندي نص ساعه. طب ما انا ممكن هنسى، طب ما انا مش عارف النهارده نص ساعه دي ممكن خلاص يبقى انا حاجزها في نص يومي، فما اديش حاجه تاخدها من عندي. او مثلا انا ممكن انسى، اكسل، انزل مع اصحابي، فخلاص هي ما بيبقاش في منبه، فمره ورا مره ورا مره هتلاقي ان الفيديو بيروح، ما بتشوفش اي حاجه. طبعا انا عامل حساب انك انت عندك حاجات مثلا استثنائيه، ظروف طارئه، طبعا كل الكلام ده في الحسبان، ولكن بقول لك في حاجه طبيعيه في يومك العادي. طب يا زلمه انا عندي كذا حاجه عايز اتعلمها، يعني انا عايز اطور نفسي من كذا حاجه، عايز اتعلم براندنج، عايز اتعلم استراتيجي، عايز اتعلم بلندر، عايز اتعلم مش عارف ايه وات ايفر. ممكن تقسمهم كوارتر او ربع سنه، مثلا ربع سنه الاولاني دول اول 3 شهور اتعلم فيهم كذا، 3 شهور اللي بعدين اتعلم فيهم كذا. طيب ممكن حاجه يعني مثلا انت بتتعلم حاجه فهي بتساعد اللي بعديها. مثلا دلوقتي احنا هنتعلم مثلا براند استراتيجي وهتعلم براندنج، في الاثنين دول هم اصلا مش عكس بعض، هم الاثنين بيكملوا بعض، فانت ممكن تاخد دي جنب دي. لكن مش هتتعلم براندنج ومعاه بلندر اللي هو لا، انت تعمل ده تعمل ده عشان توصل لنتيجه، لانك انت زي ما قلت لك ما تبقاش زي او زي العيال الصغير هو داخل السوبر ماركت فلقى شوكولاته، شيبسي، كولا، مش عارف جيلي، فهو مش عارف هو عايز ايه، فحد انت عايز ايه عشان ترتاح. مش عايز اتكلم بان هو ككلام تنميه بشريه، لان انا ما بحبش التنميه البشريه، ولكن ده الواقع، ده اللي انا بحاول اعمله حتى على الاقل انا على المستوى الشخصي. فانا كزياده للحاجات اللي ناوي اتعمق فيها اكتر باذن الله، هي طبعا بشكل حصري هي او بشكل حصري بشكل اكيد الاي اي. ما ينفعش يبقى في 25 وما تعرفش تستخدم الاي اي. مش هقول لك تبقى بيرفكت فيه، تبقى بروفيشنال، ولكن تبقى عندك عارف تطلعه، عارف تطوعه لتطوير شغلك بشكل عام. مثلا اذا كان شات جي بي تي، اذا كان ادوب فير فلاير، وات ايفر التول اللي تستخدمها، لازم يكون عندك السوشيال ميديا، سوري الاي اي، خصوصا لو انت بتشتغل في السوشيال ميديا او تصميم السوشيال ميديا، لازم تكون عارف الاي اي، لان ده هينقل شغلك حته ثانيه خالص عن قبل الاي ما بعد الاي اي. برضو الحاجات اللي ناوي اعملها ان شاء الله في 25 زي ما قلت لك كده، هنبدا قلنا البراند استراتيجي، الذكاء الاصطناعي، ولينكد ان، لان لينكد ان عندي مترب حرفيا. فهسيب لكم رابط اللينكد ان بتاعي في الكومنتات، سوري في الديسكربشن تحت او وصف الفيديو، لو انت حابب تشرفني هناك يعني شويه تفاعلات كده ترفع معايا او تخلي الاكونت بتاعي يظهر. طيب يا ابو العزيز، في حاجه مهمه جدا 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 عايز اقول لك عليها. انت دلوقتي كزوز الانسان الفنان المسلم، طيب يا ابو العزيز، انت نجاحك في مجال معين او بجانب معين ممكن يدمر لك 3 جوانب تانيين. يعني ايه يا زياد؟ انت يا صديقي الانسان الفنان، انت عندك 4 جوانب في حياتك مهمين، او على الاقل هتكلم على مستوى شخصي كده. انت عندك جانب الدين رقم 1، جانب الشغل، جانب الاهل، جانب الصحه. فانت ممكن تركز على الشغل، فتلاقي انت حياتك الاجتماعيه مع اهلك، سواء اذا كانت ابوك وامك مراتك عيالك اتضربت بالجزمه، صحتك بقت في النازل، وده انا شخصيا بعاني منه، انا بسبب القعده على المكتب. انا يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، ولكن مش هقول لك صحتي اللي هي الحمد لله، بس مفاصلي بدات تسيب، وزني بدا يزيد، حالتي بقت صعبه، فلا محتاج مثلا الحاجات دي، محتاج انزل جيم. فانت كونك انت تركز على حاجه منهم هتدمر لك الباقيين. فانت لازم تبقى تعمل بالانس بين حياتك الاجتماعيه وبين الشغل وبين الدين. طبعا الدين ده رقم 1 بالنسبه لنا كمسلمين على الاقل، رقم 1 دين، بعد كده حط تحته اللي انت عايز تحطه. شوف بقى انت اولوياتك في الحياه ايه، انت مثلا عايز تقعد مع اهلك، عايز تنزل مع اصحابك، وات ايفر بقى انت، دي حاجات دي انا مش بقول لك تعمل فيها، ولكن زي ما بقول لك انت لازم تحاول توزن بين حياتك. يعني مثلا انت في يوم هيكون في مثلا على الاقل 3 ايام للجيم، الدين طبعا لازم تكون مهتم بدينك. طبعا ما تقولش ان انا بصلي فانا كده مهتم بالدين، لا، انت كده انت بتعمل اساسيات. ما تقول لي مثلا اصل انا باكل كده مهتم بصحتي، لا، هو الدين بالنسبه لنا كالاكل، او سوري الصلاه بالنسبه لنا كالاكل. فما ينفعش تقول لي اصل انا بصلي، لا، انت عندك حاجات كتير جدا في الدين محتاج تعملها. صحتك اهتم بصحتك، اهتم بصحتك ارجوك، لاني انا نفسي عندي مشاكل في رقبتي، عندي مشاكل في ظهري، عندي مشاكل في ركبتي بسبب القعده على المكتب، فمحتاج انزل جيم.
فانزل جيم، حتى لو الجيم غالي صدقني اللي هتدفعه مهما كان صحتك اغلى بكتير منه. شكرا لكل الناس اللي بتشوف الفيديو للاخر، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش باللايك كومنت الظريف كده لو انت المحتوى بتاع القناه عجبك، نورنا في القناه، تشرف بوجودك. لو تعرف اي حد ممكن يكون الفيديو مفيد ليه فاستاذنك ابعته له. اخي سبحانك اللهم وبحمدك ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.